لحد ما اكتشفوا ان الجار اللي ساكن فوقيهم معاه في نفس المدرسه. وبصراحه تعبت نفسيا بعديها. يعني انا عارف المسلسلات المصريه كلها بتبقى فيها حاجات مؤثره ومواقف صعبه. كل سنه وانتم طيبين. بصراحه كنت متردد جدا ان اتكلم لان الموضوع حساس، بس لاني شفت كذا موقف في حياتي بيعبر عن الموضوع ده، حاجات يعني واقعيه حصلت قدامي، فكان لازم اتكلم فيه. وهحاول على قدر الامكان ما اذكرش تفاصيل دقيقه للموضوع، لان هو موضوع صعب وموجع. يلا بينا. مسلسل لام شمسية. أنا ما اتفرجتش عليه بصراحة، بس كنت كل ما أعدي في الصالة كده وأشوف مراتي وهي قاعدة بتتفرج عليه، تعبيرات وشها كانت بتبقى غريبة جدا. يعني أنا عارف المسلسلات المصرية كلها بتبقى فيها حاجات مؤثرة ومواقف صعبة، ف والستات كمان يعني إيه بيبقى إيه أعصابهم ضعيفة، فأنا ببقى عارف الشكل. لكن المسلسل ده بالذات مراتي كان شكلها غريب جدا وهي بتتفرج عليه. يعني تحس إنها إيه مش حد بيتأثر بموقف، لأ بتحس إن حد بيشمئز من حاجة شايفها قدامه. وانا بصراحة مش من هواة متابعة المسلسلات، بس في مرة وانا قاعد على اليوتيوب لقيت صورة للقطة من المسلسل ده، وصورة شدتني بصراحة، فدخلت على الفيديو عشان اشوف فيه ايه. واللقطة اللي انا دخلت عليها كانت هي اصعب لقطة في المسلسل، اللي هي اللقطة اللي فيها التحقيق الولد الصغير. قعدت اتفرج عليها وبصراحة تعبت نفسيا بعديها. طبعا انا هشيل الالفاظ اللي انا بقولها، مش هتبقوا سامعينها في الفيديو عشان بس ايه ما نعملش مشكلة في اليوتيوب. المهم ان المسلسل عرض الموضوع ده بطريقة يعني تكاد تكون شبه الحقيقة بالظبط. طبعا الواقع أسوأ، ولكن المسلسل ده عرضها بطريقة واضحة جدا، وفعلا ده 80% من اللي بيحصل في حوادث التحقيق. الموقف ده لما بيحصل وبالذات للأطفال بيبقى سيء جدا، هو بيطلعش من ذاكرتهم خالص، بيفضل على طول فاكر المشهد وفاكر الشخص اللي عمل معاه المشهد ده. وللأسف ممكن الطفل اللي حصل فيه الكلام ده يتحول لمريض نفسي، ويبقى هو كمان بيمارس نفس الممارسات اللي الشخص اللي مارسها معاه. فالموضوع محتاج وقفة، لأن فعلا الحادثة دي متكررة كتير جدا. يعني مثلا، بس اللي أنا أحكيه لكم ده مختلف شوية عن الحادثة اللي حصلت في التمثيلية. بنت بتروح الجامعة كل يوم، مكان سكنها بعيد عن الجامعة، بتركب ميكروباص. الميكروباص ده انت ما عندكش الاختيار انك تقعد في اي مكان انت عايزه، انت المكان اللي بتلاقيه بتقعد فيه ايا كان اللي قاعد جنبك ده بقى. بس كان زمان ايام الشهامة والمروءة، لما كانت ست كبيرة تطلع تركب الميكروباص كان الشباب الموجودين يوسعوا لها ويقعدوها في احسن مكان موجود. وبرضه نفس الكلام بالنسبة للبنات، لما بيلاقوا بنت طالعة بيقعدوها جنب بنت زيها. لكن الايام دي مفيش الكلام ده، انت كله بيركب جنب بعض والمكان الموجود بيركب فيه على طول. فالبنت دي وهي راكبة في طريقها للجامعة قعد جنبيها واحد سنه كبير عنده 50 سنة كده، فضل طول الطريق يضايقها ويحاول يلمس جسمها ويحاول يضايقها بكل الطرق. كانت كل ما تبص له مثلا كده وتعبر عن غضبها، كان يبص لها ان هو يعني ما بيعملش حاجة، انا ما لمستكيش اصلا. لحد ما في لحظة كده لمس جسمها لمسة مش مظبوطة، البنت صوتت والميكروباص راح واقف ونزلوا يشوفوا ايه الموضوع ده. لكن للأسف الناس كانت بتتعامل ببرود، لان هو يعني راجل كبير في السن، وكانت حجته قويه كمان. يعني هو بيقول لهم ان هو ما عملهاش حاجه، الناس صدقته لانه راجل كبير في السن، وافتكروا ان هي بتتبلى عليه. والناس وهي بتحاول تحل الموضوع ما كانوش قادرين عليه، لان كانت عينه جامده جدا، يعني كان في ثقه في كلامه كده، هو بيقول ان هو ما عملهاش حاجه والناس صدقته. انا بصراحه بحس ان المجتمع بتاعنا ده بيتعامل مع المواضيع دي بطريقه غريبه جدا. يعني مثلا ايه، لو لقوا ولد بيعاكس بنت في الشارع يقول لك اه ما يبص لابسه ايه. ماشي انا معاك في الكلام ده، بس انت برضو فين المروءه والشهامه في انك بتحمي كائن ضعيف زي الست مثلا او البنت؟ ومن ناحيه تانية البنت اللي بيحصل فيها كده او الست بتتكسف تتكلم ولا تقول لحد ان حصل لها كده، كأن الموضوع ده عيب، والموقف بيعدي بس بيسيب معاها بصمه ما بتنساهاش طول عمرها. الموقف التاني بقى هو الموقف الاصعب بالنسبه لي، وهو ان كان في عيله عندها طفل عنده 9 سنين، وجيرانهم اللي فوقيهم عندهم طفل عنده 14 سنه. الاتنين كانوا في نفس المدرسه. الولد اللي عنده 9 سنين ده ابوه وامه بيشتغلوا وينزلوا قبل ما هو يروح المدرسة كمان، فكان دايما بيكون عندهم مشكلة مين اللي هيوديه المدرسة. لحد ما اكتشفوا ان الجار اللي ساكن فوقيهم معاه في نفس المدرسة. الولد اللي كان ساكن فوقيهم ده كان عايش مع جدته، لان ابوه وامه مسافرين بيشتغلوا بره. الموضوع بقى كان بيمشي ازاي؟ كان الاب والام دول ينزلوا الصبح مثلا بدري قبل ما الولد ينزل يروح المدرسة، يروحوا على شغلهم، والولد اللي عنده 9 سنين ينزل يستنى جاره عشان يروحوا مع بعض، والدنيا ماشية عادي خالص. وبعد ما يرجع من المدرسة بيقعد عنده شوية لحد ما أمه أو أبوه حد فيهم يجي، يعني يجي إيه ياخده كده يعني. والدنيا ماشية تمام مفيش أي مشاكل. لحد ما في مرة أم الولد اللي عنده 9 سنين ده آه، حست إنه تعبان شوية كده، عنده شوية أوجاع في جسمه كده، فراحت أخدته عند الدكتور. الدكتور بعد ما كشف عليه اكتشف الموضوع وراح قايل للأم. طبعا الأم ما صدقتش خالص، وقالت له ده هو ما بيشوفش حد،
ما يعرفش حد خالص، ده هو من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، وكان غايب عن بالها تماما الولد اللي بيوديه ويجيبه كل يوم. بس الدكتور بعد الفحص اكتشف ان الموضوع ده بيحصل بقاله فترة، والولد فيه إصابات جامدة جدا في جسمه. بعد ما اتناقش مع الأب والأم قعد يحاول يعرف منهم مين الناس اللي بيحتك بيهم الولد ده، وفي وسط الأحداث دي كلها الولد رافض تماما انه يقول حصل ايه. المهم زي ما حصل في التمثيلية بالظبط، الدكتور قدر يعرف من الولد ان في حاجة غلط بتتعمل معاه. مين يا حبيبي اللي بيعمل فيك الحاجة الغلط دي؟ فراح قال له صاحبي اللي ساكن فوقينا. وهنا كانت المفاجأة للأب والأم، ما كانوش متخيلين تماما ان الولد ده هو يعتبر صغير، ده 14 سنة، مش متخيلين ان هو ممكن يعمل كده. بس بعد التحقق من الموضوع اكتشفوا فعلا ان هو اللي عمل كده، وعلى طول الأب والأم رفعوا قضية. بس طبعا الولد اللي عنده 14 سنة أنكر وحاول انه يخوف الطفل الصغير. بس الطفل اعترف عليه لما لقى ان الموضوع غلط، والأب والأم والدكتور أقنعوه ان حاجة زي كده مش صح. فالولد راح قايل على طول، حكى كل حاجة. احنا عندنا في مصر هنا بنتريق دايما على الست اللي بتبقى ماسكة عيالها وحضناهم كده ومش عايزاهم يبعدوا عنها، وتلاقي مثلا الولد عنده 4 5 سنين يعني كبر، تبقى شايلاه كده وماسكاه يعني. احنا عندنا هنا بنتريق عليهم ونقول انها بتدلعه، بس احنا بنتريق من منطلق ان الدنيا امان. زي كده الناس اللي بتسيب عيالها يلعبوا قدام العمارات عادي خالص، تلاقي طفل كده عنده 5 6 سنين بيلعب قدام عمارة كده والشارع فاضي وممكن أي حد ياخده ويمشي يعني عادي، ولا حد هيحس بحاجة. احنا دايما لما كنا بنتريق على الأمهات اللي ماسكين في عيالهم دول، فاحنا بنتريق من إيه؟ من منطلق إن احنا عايشين في عالم آمن. يعني أنا مرة كنت في مول من المولات ولقينا طفل صغير عمال يجري بيدور على مامته، بتشوفوا المنظر ده كتير جدا يعني دايما، وطفل بيبقى صغير جدا كمان، يا ريته مثلا 10 سنين ولا 12. لا، انت ممكن تلاقي طفل عنده 7 سنين 6 سنين ماشي يدور على امه اللي سابته عشان بتروح تعمل شوبينج مثلا ولا كده. وياما حوادث حصلت هزت مصر كلها، زي الطفل بتاع شبرا بتاع اللي هو تجارة الأعضاء ده. لازم تبقى عارف إن أنت لما بتسيب ابنك أو بنتك في الشارع ممكن إن هو يحصل له تحرش، يتسرق منه حاجة، يتخطف هو ذات نفسه عشان ده يبقى شكله عادي جدا. لا يمكن تتخيل إن ده ممكن يعمل كده، وممكن يبقى في مناصب مرموق ويكون هو عنده الميول الغريبة دي. فأنت مش عشان الشكل تقول لا ده لا يمكن يعمل كده. وده فعلا اللي جسدته التمثيلية، يعني الشخص اللي بيعمل كده شكله عادي خالص ويشتغل في مكان مرموق ولا يمكن تتخيل ان هو يعمل كده. عشان كده احنا لازم ننبه على الاطفال الصغيرين اللي هم من اول 5 سنين كده، اللي بيبدأ يفهم الكلام، يعني ان محدش يلمسه، ما يقعدش مع حد غريب في حتة لوحديهم ايا كان الغريب ده، لان الموضوع ممكن يحصل من اقرب الناس ليك عادي خالص. ياما سمعنا عن حوادث بالطريقة دي. فلازم الطفل يبقى عارف ان اي تصرفات غير طبيعية معاه لازم يعرف ابوه وامه على طول. انا بصراحة مش بعترف بقانون الاحداث ده، مفيش حاجة اسمها طفل، طالما غلط يبقى لازم يتحاسب. ولازم كمان يبقى في قانون لأهل الطفل ده، هم كمان لازم يتحاسبوا إن هم السبب في تربيته بالطريقة دي. هو مش هيطلع كده لوحده، ولا إحنا بنخلف ونرمي بلاوينا في الشارع؟ كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم.